رفضوا لي فيزا. فما واحد يحب يحسن لي ما جمتش، مشيت لهم وقلت لهم راني ما حبيتش نكبر الموضوع، طلبت رونديفو من السفاره وراني خذيته، وقلت لهم راني ما حبيتش نكبر الموضوع ينفضوهم بعض، راني خذيتها ب4 سنين. مش مشكلتي هذه، مشكلتي كيفاش في بلادي وتهنت. وهم على خاطر كان جا فنان فرنساوي جاي لتونس يدخلوه من السلك الدبلوماسي باسبور برك يسافر لتونس. اني ناقص عليهم معناها، نحن توانسه اقل منهم. اللي اكتشفته اني قاعد نغرد خارج السرب، ان نورمالمون من المفروض راني خدمت اموري وحدي، وراني خديت على مصلحتي، وراني نخدم على روحي مريقل. اما جاي نعمل في ادوار البطوله، وجاي في بالي باش ناخذ حق، وجاي في بالي باش نفرض عليهم باش يطلبوا مني السماح، وفي طلبان السماح هذاك راه رد اعتبار بالنسبه لي مش المرتضى للباسبور التونسي، يردوا اعتبار الباسبور التونسي اللي شطبوه. ابارامون اني غلط برشا وضيع فيها برشا، ومازلت ممكن صغير وتخوني التجربه ولا اللي هو هاني تعلمت اليوم اني نكون صبايحي. دونك نعتذر من سفاره فرنسا ويسامحونا بالحق، الله غالب. ما في باليش اني يعيشوا معنا صبايحيه بالطريقه هذه. والموضوع هذايا ما عادش باش نجدوا جمله، سامحوني خذيت من وقتكم، سامحوني حكيت بتونسيون عاليه شويه، خاطر شيء ينطق، خاطر تلقى روحك محصور بين حاجتين، يا تدافع على حقك وتطلع راكب على الاحداث، يا تسكت وتطلع ذليل. اني خويا الله غالب، حكيت 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 حكيت، غلبوني هذوما. فرنسا راهي نرجع ونقول سفاره فرنسا سفاره فرنسا على فكره راهو بلغ منها انه اجا تنفضوا لك امورك، اما اني حبيت نصعد الموضوع باش ما عادش تصير مع غيري. مي بون اللي ضروني وتعبوني هما التوانسه اللي عندهم استعمار في مخاخهم. وعلى فكره راهو ما فما حتى مستعمر في العالم ينجم يستعمرك وما يكونوش ولاد بلادك متواطئين معاه. دونك الموضوع هذا نفوتوه، اعتبروني ما حكيت حتى شيء، واعتبروني الفيزا خذيتها وامورنا واضحه الناس الكل، وسامحوني بالحق. تو نرجعوا للموضوع الرئيسي، هذيك فلسطين وغزه قضيه حق لازمنا نضمنوا عليها. وبربي ساعه في موضوع فلسطين، يا اخي تتزايدوا علينا. فما واحد تو فيكم مشى لفلسطين وشد سلاح، هذوما اللي يحكيوا ويكتبوا تتفلموا علينا معناتها. كان يحلوا الحدود من غدوه يمشي حد، ما يمشي حد يعني نعرف. فلموا علينا، الواحد عايش في الموزمبيق معناها، الواحد عايش معاكم في تونس معناها، دونك نعرف. دونك كي تبداو تجدقوا علينا بالبطولات وواحد، انتوما بيتكم مخبين وجوهكم، انتوما بيتكم يبرو انت فرنسا وصبيحي معاها باش تولي تحكي لنا على فلسطين معناها. حسيل واسمع، زايد والله زايد 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 برو من الاخر. يعني من غدوه باش نطلب رونديفو نصلح وضعيتي والسلام عليكم، نزمر وقاعد كسر في راسي بعد وطلعوني راكب على الاحداث ذي الكل، خاطر طلب على حقه معناها، راكب على الاحداث ودورها على فلسطين. تو بربي يفسروا لي سؤال، تو معناها فما عباد ماهيش متخيله الموضوع. يخي على اساس فرنسا مسانده القضيه الفلسطينيه، على اساس ما فماش توانسه تعرضوا المضايقات من البوليسيه نتاع فرنسا، وين حكيت على الشيء هذا قبل ما يشطبوا لي الباسبور، على اساس صحري بحري كي مشى صور مظاهرات في فرنسا ما عطاوهوش اختيه، على اساس فرنسا ماهيش متضامنه وماهيش متواطئه مع الشيء اللي قاعد صاير في غزه. يخي نعيشوا معاكم فرد بلاد ولا ما فهمتش؟ ولا انتم شنو هي الناسيوناليتي نتاعكم؟ شنو هي وطنيتكم بالضبط؟ فسروا لنا معناها. اذا كنتم تستبعدوا الموضوع هذايا، شنو هي نظرتكم لفرنسا؟ نظرتكم غالطه على الاخر. برو فرنسا اللي يحكيوا عليها حريه تعبير، واللي هو في قضيه فلسطين بالذات بينت اني لا حريه تعبير ولا شيء، والناس الكل حلبت به، والناس الكل فقد به الموضوع، والناس كل اكثر حاجه قلقتنا انه الكذب اللي كذبوا علينا والتفليم اللي فلموا علينا، حريه تعبير حريه تعبير حريه تعبير، كله كذب. حريه تعبير جست في مصالحهم هما، اما وقت اللي تجي على واحد عربي ولا على فلسطين ولا غيره يولي لا. دونك يا خويا انستكم بفرنسا وسامحوني واني غلط، ونطلب السماح من سفاره فرنسا على راسهم السيد السفير. اما جوست باش نقول له فرنسا نتاعك ما عادش نحب نجيها ولا على بالي بها، وزادوا كرهوني فيها الجماعه اللي الصبيحيه نتاعكم اللي هوني. انستكم بفرنسا وربي معاكم يا خويا، باش نرجع نغني على روحي، يعني باش نرجع نخدم على روحي. السلام عليكم الناس الكل، نعتذر.